الراي ديالك انت يحترم. كاينين بحالك انت ولا كاينين بحالك يمشيو يعطيو البراد ديال اتاي ويجيبوا لهم الحلوى وداك الشيء. الله يسهل. انا والله ما نعطيهم شي حاجه بالله. دابا انت كتكلم كتهضر وكتقول خلي الدين. راه ما كاينش شي حاجه سميتها خلي الدين في اتجاه نسبوا نعاير ونقول لا ما كايناش هاد الهضره. راه اي حاجه انت كتقولها ولا انا كنقولها محسوبه عليا وعليك، بمعنى اي حاجه غتحاسب عليها، بمعنى اي حاجه داخله في اطار هذاك مسلم بحالي بحال. الا هو عنده مشكل معايا انا ما خصش يكون عندي مشكل معاه، بوان فينال. وهذا راه ماشي انا اللي كنقولها، راه حتى السياسه ديال الدوله والسياسه الملكيه مشات في هذا الاطار. يعني ماشي انا جيت قلت لك شي حاجه من غير يعني سياسيا وكذا كتهضر على واحد مسلم. الا هو بغى يتحمل المسؤوليه ديال داك الشيء شغلو هذاك. اما انا كتقول لي فينا هما الفيديوهات عطاهم الله ديال الجزائريين اللي جاو هنا. جميع المنابر الاعلاميه المغربيه دارت معاهم تصريحات. ما كاينش واحد قال كلمه خايبه في المغرب. كيقول لك حنا تصدمنا، الناس كيستقبلونا كرم الضيافه، حنا خوت، حنا كذا. علاش؟ حيت متحررين وجاو لهنا. سي نورمال ملي غيكون لهم يركبوا في الطياره، يركبوا في الطياره قبل في المطار يركبوا يبداو عليك بالسبان والمعيور. اكون على يقين لا بلوبار ديال هذوك الناس عندهم فلاطيين ديالهم ما كيحملوش المغاربه. انا ما كنحملهمش مسكين نعقل. لا شوف صعيبه صاحبي تقول على واحد مسلم ما كنحملوش. لا حول ولا قوه الا بالله. راه كدوز دي ميساج عادي، راه كدوز دي ميساج. لا راه ما نخليك دوز وانا جالس معاك. انا غنناقشك. بغيتي تحبسني حبسني صافي، بغيت تحبسني بغيت تقطع الميكرو لا واش كتقول لي كناقش كتقول لي الا غتخلي الميكرو غنتناقش انا وياك. حيت كتقول دي ميساج اللي هما صعاب انا ما نقبلهمش يدوزوا. واحد مسلم يقول على واحد مسلم انا ما كنحملوش. ما كايناش هذه اصاحبي، راه ما كتدخلش للعقل. وانت راه خوك تقدر ما تحملوش. لا علاش اصاحبي؟ خوك تقدر خوك ما تحملوش. لا ما كاينش. تقدر واحد في الدار ودادي واحد رجا وما كيتحاملوش زعما. هذا مشكل ديال انا كنهضر معاك. اش دخلنا في واحد مسلم مع واحد مسلم؟ انا كنهضر معاك في واقع اللي عايشين وكنشوفوا بعويتناتنا. الجزائريين ما كيحملوناش نقطه سدات معنا. انا ما كنحملهمش، هما ما يحملونيش وبغيتيني انا نحملهم. واش انت مزنزل ولا مالك؟ لا ما مزنزلش والله. الا بعقلي الا انت مزنزل بغيتي تحملهم احملهم. الله يسهل عليك. والله الا بعقلي ما كاينش عندي خاوه. انت بغيتي تكون عندك خاوه عندي خاوه نقولوا حقك زعما ما كاينش. الله يسهل عليك صافي. واش انا قلت لك شي حاجه فاش قلتي لي خاوه قلت لك شي حاجه؟ وراه حتى هذا هو الاصل. ما غتقدرش تقول لي شي حاجه. الاستثناء هو اللي كتقول انت والخطا هو اللي كتقول انت. جميع شوف انا نحل لك جميع المعايير وجميع الموازين ديال العقل وديال الواقع ديالك انت. حيت هذا الشيء اللي قلتي انت كنا كنديروه وكنقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا هذوك الناس وراه نأثر عليهم. ولكن الواقع هذوك الناس ما كيحملوناش، كيكرهوا المغرب. سالينا اعلام ديالهم راه هما هذوك اعلاميين راه جزائريه راه كيعطيو المواطن ديالهم راه كتخرج. وهذاك النهار ماركاو علينا مالي تهزوا في القهاوي. بغاو يسيبورتيو مالي شغلهم هذاك. شنو المشكل؟ هذا راك دابا هما بغاو يسيبورتيو مالي. دابا شنو انا مثلا بغيت نسيبورتي لاعب الكونغو ضد الجزائر. بغيت نسيبورتي الكونغو كيعني انني ما كنحملش الجزائر؟ لا كتبغيها عادي جدا. في الكره راه هي هذه. كان عجبوني الكونغو. انا اليوم بالنسبه لي الكونغو من احسن المنتخبات اللي كاينين في هذا. اللي بغيهم يبقاو غاديين ويديروا مفاجاه. ما يبقاش هذوك الفرق الكبار هما المنطق ديالك انت اللي كتهضر به. راه ماشي هو المنطق اللي كنهضر عليه. هذا الحياه كامل ماشي غنشدوا الرياضه ونجزؤوا. هذا الفكر ديال بالعودي. انا اليوم كيبان لي الكونغو هذا الكره. انا كنهضر معاك شي الكره راه تقدر يعجبك هذا وما يعجبكش. وانا راه كنهضر معاك راه حيت هما انا مالي. انا راه كاين الفعل وردة الفعل ديالهم اللي خلاني نولي انا بردة الفعل ديالي. اللي كنديروا الفعل ماشي هما كيديروا ردة الفعل. حنا اللي كنديروا الفعل اللي كنديروا حنا قوى من اللي كيديروا هما. تفهم هذا المشكل؟ راه انت اللي ما فاهمش كتقول. راه الفعل اللي راه هما اش كيديروا دابا؟ اش كيديروا؟ راه هما اللي كيديروا ردة الفعل. هما اللي كيصدروا الازمه. لان المغرب الفعل اللي يدير كبار من ان هما يقدروا يديروه. بمعنى داكشي اللي دايرين حنا غاديين لا على مستوى البنيات لا على مستوى كلشي. واحد الانسان ما قادش يسيرك اش غيدير واحد ردة الفعل. شنو هي تصدير الازمه. غنشد الاعلام وغنشد داكشي وغندير نخندقوا في واحد. غادي نكمل. غنخندقوا في واحد هذا وغتولي الهم ديالي والمشكل ديالي هو المغرب. عوض الناس يهضروا على المشاكل الداخليه ويهضروا على انني انا كمسؤول وكجنرالات وكنظام ما قادش انني بالخيرات اللي عندي وبالثروات الطبيعيه اللي عندي ما قادش ندير واحد البلد قوي افريقيا بحال المغرب.
غنوجه البارابول للمغرب صافي، هما اللي يديروا رده الفعل. بالنسبه لي انا المغرب هو اللي يدير الفعل. دابا اي واحد يكون احسن منا ولا يكون غادي ممتاز وغادي مزيان غادي نديروا ليه هذاك الشيء اللي كيديروا الجزائر. شكون هما؟ اي واحد دابا حنا غاديين خدامين بخير وهما كيسبونا وكيعايرونا كنهضر معاك مغرب جزائر هذوك اللي احسن منا حنا خدامين كنوصلوا عليهم ماشي كنعايروهم. حنا دايرين الخدمه. انا قلت دايرين الفعل. اذا حنا الثقافه ديالنا والعقليه ديالنا حنا واخا تكون انت احسن مني غنخدم باش نوصل عندك. ايوا صافي راه هادشي اللي كاين. انا ولكن هادوك الناس ما عندهمش هادشي. هادوك الناس كيسبوا البلاد كيسبوا كل شيء، ما خلاو سبوا لنا مواتنا خواتاتنا عيالاتنا خوتنا البلاد ديالنا الوحده الترابيه ديالنا، وبغيتيني انا نسبورتيهم واخا يبقى فيا عرق والله ما يدوزوا لي من هنا. انا نقولها لك وماشي زعما بداك الشيء ديال الناس زوينين ولا حيطراد. لا ما كاينش خاوه عندي انا. كاين سدات مادام نقطه الى اللقاء. الا بغيتي الله يسهل عليك اخويا. الميساج ديالي وصلته الله يسهل عليك انت والميساج ديالك. انا خذ راحتك. موقفي راه واضح باين. الناس انا قلتو انت قلتي الموقف ديالك شغل ماذا كان كنهضر على موقفي وانت قلتي موقفك. انا ناقشتك في موقف قلت لك ها اللي كاين بغيتي تبقى في هذاك شغل كذا. الفرق بيناتنا شنو؟ انا ما نناقشكش في الموقف ديالك على الجزائر، حقك تقول فيه اللي انا كنناقشك من مبدا اخر. انت ما بغيتيش هذاك المبدا خليه. لا ما تناقشوش معايا ما غتقنعنيش وما ما نتقنعش لك. وانا هنا باش نناقشك. قنعتك ما قنعتك حتى قنعتيني ما قنعتينيش. ولكن باش نخليك دوز اللي بغيتي تقول لي ما تناقشنيش لا ما يمكنش. انت باش تفهم هذا اولا ماشي كندوز اللي بغيت، هذا راي ديال عادل العمري في واحد القضيه اللي مطروحه للنقاش. راي ديالي ما غاديش ندوزها عليك انت، كنقولها انا علنا. ما لا انت ولا اي واحد غيبدل لي القناعه اللي عندي على هذوك الناس قناعه راسخه في قلبي وفي عقلي. ما كاينش خاوه معاهم. سالينا صافي سدات ماذا. انت حقك بغيتي تاخذ هذا الجانب هذا حقك ما نناقشوش معاك. هذا حقك واجب نحترمه. انا نحترم الحق ديالك والراي ديالك وانا حقي احترمه وما تدخلش فيه حيت ما انت غتبدلوا ليا ما انا غنقتنع به. سالينا انا بهذا الموضوع قاطع بالنسبه لي. ناقشتك صافي سالينا بغيتي على رايك الله يسهل عليك. ما تبدلوا الله يسهل عليك. منك انت بغيت انا ما تبرزتش راسك. ما تبزز عليا والو ما نبزز عليك والو. باش تكون عارف دوسمون بشويه. راه حتى واحد ما غيفرض عليك شي واحد. شي حاجه ما يقدر حتى واحد يفرض عليا انا شي حاجه في راسي. انا مع هذوك بالضبط. لك الكلمه شوف قول لي بغيتي المهم حدنا كنهضر معاك هنا. مع تبدل الموضوع غنقول رايك غنقول رايي بكل احترام في اطار صافي مزيان النقاش النقاش. ومن بعد انت قول لي بغيتي. هذاك الشيء اللي كاين. انا نقول اللي بغيت وانت قول اللي بغيتي والناس يحكموا. كاين اللي غيجي معايا وكاين اللي غادي يجي معاك. كل واحد حر في الطريقه باش كيفكر وفي الطريقه باش كيشوف الامور ديالو. انا كنظن بان هذوك الناس ما نزيدش معاهم خطوه. السلام ديال الله وسدات مادام. كاينين بعض الناس اللي يستاهلوا واحد تحترمهم وتستاهلوا لانهم ناس عارفين واقعين وما يوصلوش لك الاعراض ديالك وما يوصلوش لك لبلادك وما يمسوش لك المقدسات ديال بلادك. هذوك نحترمهم. اما اون فوا دوز معايا الله الوطن الملك ودوز معايا لذاك الشيء اللي كيمس بلادي الله ما نفكر فيك ولا نشم فيك ولا نقول لك ولا نمثل عليك نقول لك خاوه ما كاينش عندي خاوه سالينا. هذا هو نقاش واضح ومثالي. الى اللقاء في هذا الموضوع. عندك انت